بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا بقى ابن عمي حبيبي اللي ما تحرمش منه بعتلك رمبايه جايه من الغيط. بصوا شكلها جميل ازاي، جايه من الغيط علينا على طول اهي، حاجه كده صبحه وبنداها بقى زي ما بيقولوا. ربنا يبارك له يا رب ويوسع رزقه ويرزقه. وبعتلي كمان الخضره، بصوا شكل الخضره عامل ازاي، بصوا الجمال. احنا الخضره بتجيلنا هنا بتبقى صفرة بعكس اللي بتيجي من البلد على طول دي، او الخضره اللي بتبقى في البلد. شايفين الكزبره بتلمع ازاي؟ بس تقريبا ما عندوش بقدونس، بعتلي كزبره وشبت بس مش مشكله، فنجيب احنا بقى البقدونس. وايه، وهنعمل يا حبايبي بقى كرنب. يعني انا نسيت اقول لكم احنا هنعمل ايه، هنعمل بقى كده كرنب. وكمان ما عنديش بقى فراخ ولا لحمه ولا حاجه في الفريزر، رحت طالعه بقى بس وحد يقول، رحت طالعه على عشه الحمام بتاع ابني، جبتلي كده ايه جوزين حمام، هما لسه ايه بحالهم اهو، ننضفهم بقى ونغسلهم. بصوا انا لسه ما نضفتهمش طبعا وما غسلتهمش، ننضفهم بقى كويس ونغسلهم. لقيت كده جوزين حمام وفردة كده يتيمة في العشة، رحت جايباها. ما اغسلهم لسه طبعا، لا غسلته ولا اي حاجة، انضفه طبعا واغسله بقى بالدقيق والملح كده وزي ما انتوا عارفين، ونخليه زي الفل. والقطة طبعا بتاعتنا ايه، والبصل، وهنجيب التوم والفلفل، في قرنين فلفل هم مع القوطة، هنفرمهم دول مع القوطة، والتوم برضه هفرمه مع القوطة المرة دي، مش هحطه مع البصل. وايه يا حبايب قلبي، وهنعمل كمان ايه محشي ورق عنب عشان الناس اللي بتحبش الكرنب. ويوصلوا بقى على النبي وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك، ونكمل الفيديو مع بعض للاخر. اروح بقى اخلص كل الحاجات دي واروقها كده وارجع لكم عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا حبايبي انا غسلت الحمام اهو بالدقايق ونضفته الاول حلو، وشلت لو اي ريش او اي حاجه، شطفته كويس قوي. ما عندي بقى قشر برتقانه ولسه مقشراه، وحبه قشر ليمون استعمالي اليومي. اضربهم بقى في الخلاط، والحمام مبيبقاش فيه زفره يعني قوي زي بقيه الطيور، هنضربهم في الخلاط واصفهم بالمصفى على الحمام هنا. شويه ميه كده ونصفيهم بالمصفى ايه عشان الحمام بتاعنا يبقى ريحته برضو حلوه، ولا في اي زفره ولا حاجه، هو ما بيبقاش زفر يعني، بس ايه برضو احتياطي. بصوا حبايبي انا غسلت القطه وقطعتها اهي، حطيت حبه ميه بس شويه كده صغيرين عشان القطه يعني الخلاط يفرم، وقطعت الفلفل وحطيته، والثوم برضو اهو مع القطه وافرمه مع القطه، مش هحمره مع البصل. ده لما تكوني مستعجله تعملي الحاجات دي هتنجز معاكي. والخضرة بتاعتنا طبعا نضفتها وغسلتها وسايباها منقوعة. اور بقى الكرنبة عشان المية بتاعتها بتغلي على النار. بسم الله، بسم الله تبارك الله. الكرنب بتاع دلوقتي جميل، اللي انا بحب الكرنب اللي هو ورقه تخين كده. نورها كده وننزل بقى في الحلة بتاعتنا الحلوة دي. طلع القلب ده عشان لما نيجي نطلع الورق يطلع معانا سهل. هشطفها شطفة كده تحت المية على الحوض واحطها بقى في الحلة تتسلق. انا بحب اشطف الكرنبة قبل ما احطها تتسلق. ماشي يا حبايبي، هسلقها بقى واقطعها واعمل التسبيكة وكده وارجع لكم. هنشيل برضو كم ورقة كده عشان ايه الورق الاخضر ده لو لقيتيها بيطلع معاكي بسهولة طلعيه، ما بيطلعش حطها في الحلة زي ما هي وهي هتدبل وتطلعها ورقة ورقة، بدل ما تطلعها كده وهي لسه خضرة يعني ايه هتتقطع معاكي. ماشي يا حبايبي، في حلة بقى كبيرة كده اما تكون الكرنبة كبيرة زي دي نحط لها المية في حلة كبيرة، اروح اشطفها بقى واحطها في المية.
بس يا حبايبي انا كده فرمت البصل بتاع المحشي اهو، الاربع بصلات اللي انتوا شفتوهم. المحشي بيحب البصل الكتير عشان تاكلي محشي كده كل الناس تحلف بالمحشي بتاعك. فرمتهم كده اهوت وايه وشوحناهم كده. انتوا عارفين ان انا بحمرش البصل، انا بدبله بس. ننزل بقى بعصير الطماطم بتاعتنا اهي، اللي فيه الفلفل وفيه الثوم وفيه كل حاجه. لسه في قطه تاني برضه، في شفشق تاني هجيبه عشان الكرنبايه بتاعتنا ما شاء الله كبيره. هنعمل طبعا ايه حلتين كده صغيرين نتغدى اول يوم وتاني يوم. انتوا عارفين ان انا بحب اعمل ايه الاكل بتاعي يومين، محبش اقف كل يوم في المطبخ اعمل اكل. طالما واقفه مش هيجرى حاجه اما نعمل غدا يقضينا يومين يعني. بس الكرنبه بتاعتنا اهي سلقتها طبعا وايه، شلت الورق الاخضر على جنب والابيض على جنب. هنقطعها برضو ونخليه كده، ده على جنب وده على جنب. والخضره بتاعتي ايه غسلتها طبعا زي ما وريتها لكم وقطعتها كده. يعتبر المحشي بتاعنا خلاص. الحمام الجميل بعد ما غسلناه بقى النقع لسه اهو في الميه اللي هي بالدقيق والملح وقشر الليمون والبرتقال اللي انا وريتهم لكم. ضفته كويس وحطيت صوابع كده ايه، فصلت الجلد عن اللحم عشان نحشيه بقى رز كده مع بعض، يبقى ايه ياخد كده كمية رز حلو. بصوا نخليها ايه لاخر لحظة بقى منقوح كده. نعمل حاجة حاجة كده ونخلص ايه واحدة واحدة عشان ايه ما ندربكش الدنيا حوالينا. احنا دلوقتي خلصنا وصل ايه الكرنب والتسبيكة بتاع المحشي، يبقى كده ايه حاجة المحشي خلصت. هنقطع بس الكرنب ونشوف بقى بعد كده نعمل الرز بتاع الحمام، ونشوف بقى نعمله ازاي مع بعض ان شاء الله. بقى الطريقة بتاعتي في الحمام تعجبكم. صليتوا بقى على النبي وحطيتوا لايك ولا لسه؟ صلوا على النبي بقى وحطوا لايك يا جماعة. هخلص بقى كل حاجة وارجع لكم. بس يا حبايبي تعالوا بقى نعمل ايه الرز للحمام كده. بسم الله. حطيت معلقة سمنة هنا سخنت قوي بقى. نسويها كده وننزل بالبصلاية. فرملة انا بصلاية وسط كده دول اواني شوية. نعلي النار عشان انا موطياها. ننزل عليهم كده بايه بحبة فلفل اسود حوالي معلقة صغيرة وحبة بهارات فراخ. الله على ريحة السواد. بصلاية وسط وثلاث فصوص ثوم بس، حاجة كده تدينا طعم حلو في الرز بتاع الحمام. يتبالوا كده ويتشوحوا مع بعض بسيط مش كتير، ونروح نازلين بالرز بتاعنا. التكاية بقى كده كمان هوريها لكم في الاخر. نحطها على البارد بقى. معانا بقى هنا حلة اهي فيها مية بتغلي. هنحط ورق العنب بتاعنا يتسلق لان انا طبعا شايلاه ني. غلوة كده يستوي ايه ونطلعه. ننزل معاه بكم قطعة من الليمون كده نديله مزازة وكمان يفتح لونه مش واخد اللون الغامق ده. وحبة خل برضه.
الحمار ده كنت حاطه فراوله جنبيه، الفريزر الفصل، فالفراوله ايه نزلت منها لون على الورق العنب. غلوه كده غلوتين وهنروح طافين عليه. انا مبحبش الورق يستوي قوي. اسفه بقى على الايه الحركه والحاجات دي، عشان انا ماسكه التليفون بايدي وبشتغل بايدي. ننزل بقى بالرز. هنديله كوبايه ونص كده من الميه برضه، او كوبايه واحده، لان هنسويه نص سوا، مش هنسويه سوا كامل. هنديله بقى نص كوبايه وحبه الملح بتوعه وايه، وننزل وبعد كده نحشي بقى بالحمام. التسبيكه بتاعتنا اهي بس كده خلاص اهي. نحط التوابل، فلفل اسود، كزبره، كمون، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. ننزل بالخضره بتاعتنا الجميله دي، تدبل كده في السخونه بتاع الصلصه. هنقلبها بقى كده، مش فاضل معانا غير ان احنا نحشي الحمام ونحشي ورق العنب والكرنب. هقلبها وانا غسله الرز، هنزل ايه على الرز بالحاجات دي بقى. ان انا اخد الحله الحلوه الجميله دي، بحب احشي فيها المحشي قوي، خصوصا لو ورق عنب او كرنب. مش عارفه اقلب بايد واحده. هقفل بقى معاكم واخلص الحاجات دي وارجع لكم. بس يا حبايبي بصوا بقى الرز اهو كده، بعد ما يعني اديته كوبايه ميه واحده، الكوبايه ونص رز اديتهم كوبايه ميه واحده. نديلهم بقى رشه قرفه خفيفه كده، واحده طماطم كده صغنونه خالص مبشوره بالمبشره، ومعلقتين كده ايه خضره من بتاع المحشي. بقى اللي هيخليكي تاكلي حمام كده عسل، مش بتاكلي حمام محشي رز، هتاكلوا حمام محشي عسل. بسم الله. هيتقلب طبعا، لو المكان مش هعرف اخد يعني ريحتي فيه في التقليب، ممكن اجيب حاجه واسعه، بس ان شاء الله نعرف. بس شويه الخضره دول بيدوا للرز برضو شكل حلو وطعم. والطماطميه المبشوره دي متحطهاش عصير، مبشوره كده بالمبشره. ماشي يا حبايبي، وادينا عملت الخلطه بتاع المحشي بتاع الكرنب. الرز حطيته بقى على التسبيكه وكده، وهنا بقى قطعت عصيان الكرنب اهي في قعر الحله نحط عليها. سبت الحله بخيرها كده، مرضتش اغسلها، والحله دي عملتها برضو كده لورق العنب. حطيت العصيان اللي انا مكنتش عايزاها من الخضره، وقطعت بصل وطماطم وجزر كده نحط فيها ورق العنب. تعالوا بقى نبدا ايه، اوريكم طبعا لف المحشي. اخيرا لقيت حد يمسك لي التليفون، بس مش هيطول يعني. انا لفيته معاكم قبل كده. قطعنا الورقه طبعا قطع حلوه كده عشان تعرفوا تلفيه، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. وبايدك كده يا عسل وتلفي، بصي حاجه كده ايه زي العسل. وتنضفي طبعا، ما يبقاش في رز، اي رز على الصوابع، عشان ما يبقاش شكل المحشي بتاعك كده مش حلو.
اي رز نشيله، ما نملاش نحطش الرز يطلع من البق الصباع كده، برضو نسيب براح فاضي كده عشان لما الرز يستوي ما يطلعش منين. طبعا الكرنبة مش اتقطعت مني ولا حاجة، هي كانت مستوية في الغيط زيادة عن اللزوم، فكانت هي متقطعة كده ايه عشان استوت في الغيط زيادة عن اللزوم. فاي ورق صغنون كده بخليه لما تبقى ورقة مقطوعة زي كده اروح حاطة عليها واحدة زي دي، يمسكوا بعض ونلفهم ويبقوا احلى صباع اهو. عشان بقى الفيديو ما يطولش عليكم اوريكم ازاي برضو احشي الحمام. بسم الله. طبعا ايه، احنا فصلنا الجلد زي ما قلت لكم، ما نكبسوش قوي عشان الرز يستوي. ماشي يا حبايب قلبي يا حلوين، حطيتوا لايك ولا ما نستاهلش يعني اللايك ولا ايه، ولا الفيديو مش عاجبكم؟ حطوا لايك. نبدأ بقى ندخل كده ايه تحت الجلد. تقولوا لي بقى حمام بتاع حضرموت ولا احنا الموت نفسه اهو. هنشوف شوية حمام بقى ما حصلوش بعد كده. كترش طبعا الرز في الحمام عشان ما يفرقعش. وهنقفله بقى كده، يعني في ناس بتخيطه وانا كنت بخيطه، بس هنجرب نشوف كده نحطه من غير ما نخيطه. يلا حبايب قلبي، وكمان الرقبة بتاعته اهي نحشيها سيدي. بس الحمام ده يعني ايه، دي حمام رقبته ما كانتش اتقطعت، بعيد عنكم يعني وعن السامعين اهو. ونضفي برضو ما تسيبيش اي رز على الحمام. ماشي يا حبايبي. وهنكتفه، ما تكتفش نروح جايبين خيطة ايه وربطين الجزر كل على بعض، كتفه كده زي ما بنكتف الفراخ. ما تكتفش معاكي مكان ما هنكتفه اتقطعت الكلام ده، هتروحي جايبه خيطه ولفه الجوز رجول على بعض. هعملها بقى عشان الفيديو كده هيطول عليكم وهرجع لكم. بس يا حبايبي انا كده خلصت الحمام. هنعمل ايه بقى؟ معانا حله فيها ميه، ننزل بالحاجات بتاعتنا دي، توابل فلفل اسود وملح وحبهان وورق لوري. هنحط برضو مكعب مرق الدجاج. انا عملت الحمام اهو بالشكل ده، بس انا لفيت على الرقبه بتاع الحمامه كده ايه خيطه اهي، بصوا عشان الرز ما يخرجش منه، وكتفته عادي خالص كده زي ما بنكتف الفراخ. ونحطه بقى على وشه كده، خلي الوش ده واللي فوق. بسم الله. وش يا جماعه انا اسفه اللي انا مش يعني بمسك الكاميرا بايدي وبشتغل بايد، بس غصب عني. بسم الله ولا قوه الا بالله. الحمامه دي اتفكت، طلعها كتفها واحطها تاني عشان الرز ما يخرجش منها. ماشي يا حبايبي. هنحط بس مكعب مرق الدجاج ونسيبه بقى يستوي براحته، واخلص بقى كله وارجع لكم. بس يا حبايبي انا كده خلصت المحشي اهو، حشيته كله ولفيته ورق العنب، وعملت كام قرن فلفل كده يدوا ريحه ونكهه كده للمحشي ورق العنب. وده الكرنب بتاعنا، دي الشوربه. الحله دي بقى هنحمر فيها ايه شويه لسان عصفور. نزود بقى المحشي بتاعنا كده زي ما معرفاكم طبعا. الشوربه تبقى فين؟ في الدور اللي تحت عند الجيران اللي تحتيه، وعلى ورق العنب. حبه زيت بقى نضيف كده على الوش يخلوا المحشي بتاعنا يلمع كده. حطوا بقى لايك يا حبايبي، انا بتعب في الفيديو وبظهر لكوش غير الحاجه اللي تعجبكم واللي تريح عينيكم.
فما تبخلوش عليا بلايك، ومش هقول لكم اشتركوا في القناة طبعا. لو عجبكم المحتوى اشتركوا، ما عجبكوش ما تشتركوش. الشوربة بتاعتنا ايه متظبط ملحها. نتقل بقى بالاطباق بتاعتنا. ندفع الشوربة دي وننزل بلسان العصفور الجميل بتاعنا كده، حبة لسان عصفور كده ايه يظبطوا الكلام معانا. يتحمروا، وانا طبعا هحط له حبة جزر مبشورين. اسفة يا حبايبي. احمر بقى لسان العصفور، واما اجي احمر الحمام هوريكم، واغطي حلالنا بقى ونسيبها تستوي. بس يا حبايب قلبي المحشي بتاعنا على النار اهو. لسه سايبه الاطباق على ورق العنب عشان ايه لسه ما شربش الشوربه بتاعته حلو. محشي الكرنب يستوي اهو. تعالوا بقى ايه نحمر الحمام. حله بقى كده وفيها زيت غزير عشان الحمام بتاعنا يطلع كله لون واحد. عايزه تحمروا في سمنه حمروا، عايزين تحمروا في زيت حمروا. طبعا دي ايه حاجه ترجع لكم. الزيت سخن كده. انا شلت طبعا الخيط اللي كنت قافله بيه، مش هينفع نقدمه كده وهو في خيط. وننزل بقى كده بسم الله. الزيت لسه ما سخنش، المفروض يسخن احسن من كده. الحمامه تنزل كده في الزيت تقول تش. ونحمره طبعا بقى كده كده ما يتحمر معاكي كله لون واحد. لو حمرتوه بقى بزيت غزير كده، وما تخافيش على الزيت، يعني الزيت طبعا تقدري تروقيه، وتقدري نص كوبايه ميه في 3 معالق نشا وتدلقوه مع الزيت وولعي عليه يوصل لدرجه الغليان كده. هتلاقي النشا اتجمد ولم كل الشوائب اللي في الزيت، والزيت بتاعك رق وبقى زي الفل، وتستعمليه تاني عادي. اخلص بقى كله وارجع لكم. بس يا حبايبي وكده بقى كده بقى وصلنا ايه للنهايه. قولوا لي بقى ايه رايكم، ولو عجبكم طبعا الفيديو حطوا لايك، واللي بيشوفنا لاول مره مشتركش في القناه يشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.